السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات، فأخرجنا منه للشهوات إلى جناته جنات القربات. اللهم صل وسلم على سيد السادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد، فأهلا وسهلا بقلوبكم أيها الحفل الكرام، لعل الله يبارك جمعنا هذا وينور أرواحنا بالحب لله ولرسوله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. المكرم فضيلة الشيخ أبو فيفسي، المكرم فضيلة رئيس منطقة عشي شرقية، المكرم فضيلة ولي مدينة لنسا، المكرم فضيلة رئيس منطقة عشي تميم، المكرم فضيلة أيا حجي سفيان بكه، المكرم مدير معهد فضيلة أبو دكتور الحج أول الذكر جيلاني، المكرمون السادة العلماء، المكرمون جميع حفل الكرام. في هذه المناسبة المباركة أود أن ألقي بعض الكلمات بسيطة عن أهمية الشباب في حمل راية الإسلام. الشباب مرحلة مهمة تمر بالإنسان ما بين البلوغ إلى سن 40 على أرجحه أقوال لدى العلماء، والشباب يلعبون دورا مهما في بناء الحضارات وفي حمل رسالات سماوية. وهذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أهز مملكة نمرود وكان شابا. قال الله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال ابن عباس عن هذه الآية: ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب ولا أوتي العلم علم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآيات: وهذا أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أما في حمل راية الإسلام من أول يوم تاريخه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفون حوله جم وفروا من الشباب. وعلي بن أبي طالب في 8 من عمره، وكذا زبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله في 11، وعبد الله بن مخزوم في 17، والأرقم بن أبي أرقم في 12، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. سبحان الله، هؤلاء الصحابة الذين حملوا راية الإسلام ما زالوا في سن الشباب. الشباب هو الفترة الذهبية للذروة الأقوالية العقلية والبدنية. الآن الانقضاض التي تتم في الشباب هو الفترة الذهبية للذروة الأقوالية العقلية والبدنية. الآن الانقضاض التي تتم في حمل راية الإسلام من أول يوم إلى دنيوية وأخروية. وأنا أرى أن أفضل شيء يقدمه الشباب في هذه الفترة هو تحصيل العلوم في هذه الأساتذة من كتاب القرآن والمتون مهمة حتى يستعدوا لمستقبلهم الماجد، كما قالوا: تعلموا قبل أن تسودوا. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.